لو اتكسرت مصر احنا كلنا اتكسرنا. في أكتوبر 1973 لما دوق صوت الحرب، الرئيس الجزائري هواري بومدين ما ترددش لحظة، ما اكتفاش بكلام ولا رسائل دعم، ده بعت السلاح والرجالة والفلوس على طول ومن غير حساب. كان مؤمن ان مصر لما بتحارب باسم كل الأمة. ايه اللي قدمته الجزائر لمصر في حرب أكتوبر؟ 96 دبابة قتالية، 32 آلية مجنزرة، 12 مدفع ميداني تقيل، 16 مدفع مضاد للطيران، أكتر من 50 طيارة حديثة زي ميج 21، ميج 17 وسخوي 7، ومقاتلين جزائريين شاركوا فعلا على الجبهات. ودعم مالي كبير وصل 100 مليون دولار، مبلغ كان وقتها كنز حقيقي. ولما حد قال للرئيس الجزائري نبعت دعم بسيط لمصر، هواري بومدين رد بحسم: لا، دي حرب الجزائر كمان، افتحوا مخازن السلاح لمصر فورا. وقال كلمة خلدها التاريخ: احنا مش بنحارب عشان مصر بس، احنا بنحارب عشان كرامة الأمة كلها. وبعد الحرب راح يزور مصر وقال للرئيس أنور السادات: كنا معاكم في الحرب وهنفضل معاكم بعد الحرب.